احنا أمة تتكاثر أكثر من معدل التكاثر 20 إلى 30 سنة سيأتي طبقة من الجياع. إذا كنا محظوظين إن نافسنا الهنود والبنغلاديش كطبقة خادمة في الخليج العربي، فنحن محظوظين أمام شحة الموارد وشحة المياه وتكاثر عدد السكان. قولش كم زعيم وخط أحمر راح يصير عندك بعد 30 سنة؟ أنت عايش بأمة تتكاثر بالزعامات والقيادات، وزعيمك شريد اقتصاديات، واقتصادياتك منين تجيبها؟ من موارد الدولة. رئيس وزرائك من مقعد واحد، الشعبية وكتلة برلمانية. إبراهيم، المشكلة مو بالناس اللي تخلف، المشكلة بالخلف الحلبة الدولة. كأنك بلف على الباقة، وبجوجل تعرف إنه الهند خامس اقتصاد بالعالم، وبنغلاديش أسرع اقتصاد ينمو بآسيا، وأكبر مصدر ملابس جاهزة. وإذا ظل عندك رصيد فاعلم أن الصين 1.5 مليار إنسان، وما قالوا وحشايتك، لأن يستثمرون بالبشر. ولا بوبو خير دليل، ولا بوبو لا بو كل واحد بعد يصدق إنه مشكلته بعدد البشر مو بعدد الحرامية. لا بوبو لا بو كل واحد.